عندك مناسبة ومش عارفة تجيبي حاجة حلوة لأن الأسعار غالية جدا، يبقى الفيديو ده ليكي. عايزة تاكلي حاجة حلوة ومش عايزة تشتري من بره لأن الخامات بره ما بقتش ألطف حاجة، يبقى برضو الفيديو ده ليكي. ما بتعرفيش تعملي سبونج كيك وعايزة تتعلمي تعملي تورتية في قلب البيت بتكاليف قليلة جدا وتديكي نتيجة بره، يبقى الفيديو ده ليكي. الفيديو ده ليكي بكل الأحوال عشان تطلعي كيك سبونج حلو جدا، سكره معقول، وتعملي كمان موس شوكولاتة وتعملي تزيينة خفيفة بسيطة لأسهل حد ما بيعرفش يعمل تزيين تورتات، برضو الفيديو ليكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم تورتاية A to Z زي ما بيقولوا، من أول ما نبدأ السبونج، وهقول لك على الطريقة اللي تطلعي بيها سبونج ناجح تكاليف قليلة في قلب البيت وتعملي تورتاية شكلها شيك جدا من غير ما الحاجات الكتير جدا اللي بتبقى مطلوبة منك، أو التكاليف الكتير اللي مطلوبة منك، أو إنك تكوني بروفيشنال في إنك تطلعي تورتاية. النهاردة هنعمل مع بعض احلى واسهل تورتايه بموس الشوكولاته. يلا بينا نبدا المقادير. عندي نص كيلو من السبونج الجاهز، 5 ل6 بيضات، نص كوبايه ميه وفانيليا بس. هضرب كل ده كويس جدا لحد ما تلاقوا قوام وصل عندكم كده. هتدخليه الفرن على درجه حراره 180، هتطلع معاكي بالارتفاع ده. لو ملاحظين انا اشتغلت في الحله لاني عايزه ارتفاع معين، عايزه مقاس معين، وما كانش موجود عندي في قلب الصواني، فاشتغلت في حله على طول. عشان كده انا دايما بقول لكم انا بحب الحلل الالومنيوم، بستغلها في حاجات كتير جدا. هنا ده عندي قهوه سريعه الذوبان متدوبه في ميه دافيه عشان تدوب كويس من غير سكر. قطعت السبونج بتاعي بعد ما خرج، عملته قبلها بيوم ونص يا جماعه، وقفلته كويس جدا بستريتش راب ودخلته التلاجة. تمام. قعد معايا واستريح براحته جدا، وبعد كده ابتديت ان انا اقطع. هنا سقيت الكيك بتاعي مش لانه ناشف، لا، علشان يبقى طري ويقبل منك الكريمه، ما تفضلش الكريمه تروح وتيجي معاكي. حطيت الكريمه بتاعتي في كيس تلاجة، مش كيس حلواني خالص. انا بقول لكم الامكانيات اللي انت تقدري انك تستخدمي بيها او تعملي بيها من غير ما تكلفي على نفسك اي حاجه، لان انت مش بتعملي تورتات وتبيعيها، انت بتعملي حاجه لبيتك. تمام. كمان هنا استخدمت بدل الطبق الدوار للتورته، استخدمت غطا الحله، وانا دايما اقول لكم على الموضوع ده. ده اللي استخدمته علشان احرك التورتايه بتاعتي وانا بشتغل بالسكرابر او بشتغل بقلب الترانش زي ما احنا شايفين كده اهو. تمام. وبفرد الكريمه بتاعتي. انا هنا جبت موس شوكولاته بودر وضربته في لبن زي الكريم شانتيه العادي خالص، وكمان جبت كريم شانتيه وضربته برضو في لبن. انا بستخدم كريم شانتيه خام المتحده، وانا بحليه بالسكر الكميه اللي انا عايزاها عشان اتحكم في كميه السكر اللي داخله. ده احسن نوع كريمه انا بثق بيه او اشتغل بيه ويديني النتيجه الكويسه. قلبت الاتنين، الكريم شانتيه على موس الشوكولاته اللي اشتغلت بيهم، وده كانت النتيجه اللي انتوا شايفينها. كانت نتيجه حلوه جدا، كان طعم غني وحلو قوي. استخدمتي قد ايه للتورتايه دي يا مرمر؟ استخدمت قد ايه تمن من الكريم شانتيه، واستخدمت تمن كمان من موس الشوكولاته. التشريب او التسقيه بتاعه الكيك بتبقى على حسب رغبتك. ممكن احط بالعصاير، ممكن احط لبن، ممكن احط سيرب، ممكن احط زي ما انا حطيت دلوقتي قهوه سريعه الذوبان. طيب انا غلفت التورتايه بطريقه بسيطه وسهله جدا ودخلتها التلاجة. لازم لو هتغلفي على مرتين او هتجنسي على مرتين يبقى، او حتى على 3 عشان تداري الحاجات اللي موجوده عندك في قلب الكيك، يبقى ما بين كل مره والتانيه تدخلي التلاجة لان الجو حر، ولان طبقه على طبقه مش هتمسك في الكيك معاكي. بصوا انا بقول لكم على كل التفاصيل اللي تطلع معاكي حاجه كويسه وحلوه جدا. طب الخامات اللي انت استخدمتيها خامات عاليه قوي، يعني مش قادرة أقول لك إن مش أكبر محلات الحلويات بتستخدم الخامات دي دلوقتي. ما بتستخدمهاش دلوقتي، لا، أنت بتحسي إنك بتاكلي كريمة فوم ملهاش أي طعم لأن مش محطوط فيها كيك، لأن الكيك بتبقى طبقته قليلة جدا، وكمان ما ملهاش طعم الا بقى يعني نوادر لما بتلاقي محلات بتطلع الكيكات حلوه قوي. ده طبعا انت مش بتشكري في نفسك، لا، على قد ما انت بتقولي لنفسك ان اللي انت بتعمليه حتى لو اتكلف 300 جنيه 350 جنيه ولا حتى 400 جنيه، فانت التورته دي عشان تجيبيها بنفس الخامات ونفس الجوده اللي عملتيها بيها دي مش هتبقى اقل من 700 جنيه على الاقل.
بصوا طبعا انا مش هقول لكم ان انا بروفيشنال قوي في موضوع التجهيز ده او التغطيه، الى ان حد ما كانت النتيجه بالنسبه لي مرضيه. جبت بار من الشوكولاته. انا بستخدم شوكولاته سما حلوه جدا، ممكن تستخدمي كواليتي تارجت برضو كويسه، او دريم. وعملت لها حمام ميه، ونزلت عليها معلقتين من الكريمه اللي هي كريمه الخفق بتاعه الحلويات، عشان تسيح. وعملت بيها الجناش اللي انتوا شايفينه ده. طب عملت الشكل ده ازاي؟ عشوائي، والله عشوائي. حطيت في كيس تلاجة وعملت منه فتحة صغيرة، وابتديت ارسم الرسومات دي كلها عشوائي. بقيت موس الشوكولا والكريم شانتيه، عملت منه الوردات اللي انتوا شايفينها على جنب دي. انا لحد الان انا مش حاطه رسمه معينه في دماغي. انا يعني عايزه اقول لكم ان انا بعمل كده، وعلى قد الخامات اللي موجوده عندي او على قد الحاجات اللي موجوده عندي بشتغل بيها. طبعا لان انا قررت من زمان قوي ان انا ما اشتريش تورتات ولا جاتوه. ولاني عملت الجاتوه وطلع ناجح جدا في فيديو من الفيديوهات هحطه لك تتفرجي عليه بعد دوت. فبيبقى عندي يعني مثلا اشتريتي الشوكليت ويتبقى عندك جزء من بار الشوكولاته، بيبقى عندي خامات موجوده في قلب البيت. عندك مثلا شويه من الكريم شانتيه، عندك ده عندك ده، فبستغل الحاجات اللي موجوده في قلب البيت. الا بقى لو مثلا المناسبه كبيره اللي موجوده عندك ومضطره انك تشتري لها خامات كتير. اتكلمت كتير في الفيديو، ممكن حد يقول عليا رغاية، بس أنا حبيت أوصل لكم أدق التفاصيل اللي موجودة عندي. بما ان الجناب من الحاجات اللي احنا ما بنعرفش نعمل ايه فيها ايه في قلب التورته او نزوقها ازاي، فقررت ان انا اعمل الروزيتات البسيطه دي من تحت عشان اداري بيها لو في اي دفوع عندي في الجناب في التغطيه. وال الجناش بتاع الشوكولاته قررت ان اعمل بيه التسييلات اللي موجوده في قلب الجنب دي برضو عشان تداري لو في اي دفوع او اي حاجه انا مش عارفه ان انا اظبطها. زي ما قلت لكم الطريقه دي سهله جدا، والتزيين ده سهل جدا لاي حد مبتدئ يقدر ان هو يشتغل بيه ويعمل بيه. انا ما عملتش اي حاجه صعبه. ابتديت احط وحدات الكريز في قلب فوق الوردات عشان اكسر اللون الغامق اللي موجود عندي. وطبعا الكريز من الحاجات الحلوه جدا اللي سهل انك تلعبي بيها في قلب التورتات. بيدي شكل حلو، وفي نفس الوقت الولاد بيحبوه. طبعا وعادي جدا كأي حد بيشتغل، لأن كمية الكريز اللي كانت عندي مش كبيرة. وأنا ما اشتريتش كريز بال بالخصوص للتورتايه ديت، فقررت ان انا اقسم كل كريزه نصين واشتغل بيها. وده وارد انه ممكن يحصل معاكي في اي حاجه انت شغاله بيها، فلازم تتعلمي توفري او تظبطي الدنيا على حسب الحاجات اللي موجوده عندك. بعد ما خلصت كده حسيت ان المكان فاضي شوية، فابتديت ان انا اعمل اشكال تانية اللي هي العشوائية دي برضو بقلب الكيس بتاع التلاجة من الشوكولاتة. ولو خدت بالكم هتلاقوا ان الشوكولاتة هنا ابتدت ان هي الجناش ان هو ينشف مني، وكان شكلها مش نفس بقية التورتات. بس في المجمل ادتني شكل حلو. كان عندي شوية ورق دهب بساط موجودين، وزعتهم كده فوق الشوكولاتة عشان يكسروا الحدية بتاعت اللون، وفي نفس الوقت كان طالع ترندي وموضة. ودي كانت شكل التورتايه اللي انا عملتها النهارده. اظن بسيطه وسهله جدا. قلت لكم على كل الحاجات اللي تطلع معاكي تورتايه ناجحه، من اول ما تشتري الاسبونج بتاع الكيك، ودرجه الحراره بتاعه التشغيل، الوقت اللي انت بتخبزي فيه الكيك يبقى قبلها بقد ايه، قبلها بيوم قبلها بيومين، طالما تلف بستريتش راب وتدخل التلاجة. والله ممكن حتى تلفيه في كيس بلاستيك كبير وتدخليه التلاجة يقعد معاكي عشان التقطيع بالنسبة لك يبقى مريح، والحشو كمان ما يبقاش فيه فتفتة وبهدلة وانت شغالة. لو استفدتوا بحاجة في الفيديو ما تنسوش تدعوا لي دعوة كويسة، واكتبوا لي في التعليقات عايزين تعملوا ايه المرة الجاية. اشوفكم بخير، سلام عليكم.